ليه ما بقيت خايف منه؟ ليه اتزرع في قلبك الخوف؟ سواء من ام او اب نرجسيين، حتى بقيت راجل او ست كبيره لسه ستيل بتخاف ولسه مرعوب ولسه مش عارف ترفض لهم طلب. اوكي؟ او لو انت في علاقه وانت عارفه انك بتتاذي، او انت عارف ان انت بتتاذي وان الشخص ده مش هيديك احتياجاتك، مش هيديك اللي انت عاوزه، وقاعد على البواقي، او حتى مع اصحاب، انت عامل لصاحبك ده الف حاجه. انت بتبقى قاعد وانت خايف، والناس تبقى عارفه ان انت خايف من فلان، فلان ده الزوج او فلان ده الابن على فكره، او فلان ده الصاحب، او فلان ده خايف. وما ينفعش تخاف، بقت سن ومكانه ما تخافش. انت وقعت السؤال انا عملت في نفسي كده ليه؟ انا ازاي حبيته؟ تعالوا نشوف. ده نمط لكل العلاقات بتاعه النرجسيين، عشان تبقى انت في الحاله دي، عشان تخش في مرحله الادمان. عمل فخ، وفخ مدروس. ولو رجعت لسوابق حياته هتلاقيها موجوده. منهم اللي كان قاصد دخلك الفخ ويرميك، ومنهم اللي عقله، ودي نقطة مهمة جدا، دخل هو فعلا كان بيدور على الحب وبيدور على الاستقرار، بس عشان هو غير واقعي وغير مربوط بالواقع، وبيدور على شخص سحري، لان هو شخص برضه سحري بيدور على كده اسطورة يونانية يعيشها. الشخص اللي ما فيهوش غلطة في عالم بيشوف نفسه يشوف بس شوية غلطات. اوكي؟ بيقرر ان هو يمشي من العلاقه، بس بعد ما يكون دخلك في الفخ، وايه عنده مبررات كبيره جدا تخليه ما يرجعلكش تاني، بس بيسيب الباب ايه؟ متوارب عشان يجي ياخد الجرعه.